اللي عنده سؤال او اي استفسار يا شباب او اي حاجه تعباه في الموتوسيكل يكتبها تحت في الكومنتات عشان الفيديو الجاي ان شاء الله الرد على الاسئله. يلا بينا. بعد الشباب المتابعين معانا على القناه بدات تلاحظ ان احنا سافرنا كده اكتر من مره بالموتوسيكل وكنا مقفلين باكه البنزين وماشيين على اخر سرعه الموتوسيكل لمسافه طويله، فالشباب بدات تهتم هو السفر مسافه طويله وانت مقفل باكه البنزين ده عادي ما يحصلش اي مشكله يعني، ولا انت كده هتخرب الموتوسيكل ولا ايه اللي بيحصل؟ والاجابه يا سيدي الفاضل الحقيقه انت ممكن تسافر فعلا مسافه طويله 50 60 70 80 كيلو وانت مقفل باكه البنزين فعليا وما يحصلش اي حاجه في الموتوسيكل، بس خليك عارف ان في شويه حاجات كده ورا الكواليس عشان تعمل الحكايه دي. اعرف ان انت هنا عشان تعمل الحكايه دي فانت قدام تحدي حقيقي وتحدي كبير ان انت ما تاثرش على الموتوسيكل، فدايما ما تعملش كده. انما ان كنت هتعمل كده وبتسال على الاجراءات اللي ممكن تتم عشان تسافر مسافه طويله وانت مقفل باكت البنزين وما يحصلش حاجه في الموتوسيكل، فاعرف يا سيدي الفاضل ان في كام حاجه كده هتعملهم. اول حاجه يا سيدي الفاضل اعرف ان الزيوت المعدنيه الرخيصه العاديه دي ما تسدش في الحكايه دي. خليك ايوه مش هيحصل حاجه يا سيدي، بس احنا بنتكلم هنا في حاجتين: اولا مش عايزين الموتوسيكل في حاجه تتكسر منه على الطريق وانت ماشي، ثانيا برضو مش عايزين نأثر على العمر الافتراضي للمحرك في نفس الوقت. فانت هنا اولا الزيوت المعدنيه العاديه دي سداده في المشي العادي ما فيش اي مشكله خالص وبتستعمل 10 على 10، انما الحقيقه لما تيجي تستخدمها في السفر لمسافات طويله لو كنت قارص وجايب اخر باكه البنزين فالموضوع ده مش مريح شويه. فيا سيدي الفاضل اعرف ان ما خلف الكواليس ان بيكون في اول حاجه كده يعني اولا يعني بيكون في زيت تخليقي بالكامل من الزيوت المستورده الغاليه محطوطه وانت هنا بتكون ماشي مطمن، بس كده يعني هو ده اللغز يعني؟ لا مش بس كده خالص، لان كمان برضو انت ما بتكونش مرتاح شويه لان المسافه طويله يا صاحبي وانت مقفل باكه البنزين، فبرضو بتحتاج تحط كده اضافات الزيوت زي الايزي اكسترا بار بتاعه الموتوسيكلات او الام اس 2 من لكم مول العبوه الصغيره او العبوه الكبيره اللي انت بتاخد منها 50 مللي وتحطهم 20 مللي قصدي وتحطهم كده بتخلطهم مع الزيت بالاضافه ان زيت تخليقي برده بتحط له اضافه، وانت هنا بتبدا مطمن بشكل كبير على المحرك بتاعك ان برغم القرص برغم طول المسافه انت بتكون برده مطمن. وخليك عارف ان لازم يكون موتورك اصلا مش موتور اساسا من الانواع الوحشه، لان في انواع وحشه برده يا شباب غلط انك تعمل الحكايه دي. الواحد لاحظ في السوق كده مواتير كده بتكسر بمجرد القرص عليها شويه يعني، انما فانت لازم يبقى عندك محرك اساسا حمال، فما تضروش انت بقى ما تضروش زي الزيت تخليقي بالكامل بالاضافه ان انت بتحط له اضافه زيوت عليه كمان. وهنا هنا انت قطعت مشوار طويل من الطمانينه انك تعمل الحكايه دي. والحاجه اللي بعد كده يا سيدي الفاضل خليك عارف برضو ان الايام الحر الشديد ما ينفعش برضو الحكايه دي في الايام الحر اللي هي وقت الظهيره في الصيف والحاجات دي، ما ينفعش القصه دي خالص. حتى لو انت حاطط برضو زيت تخليقي بالكامل مع الاضافه برضو ايوه حميت الموتور واطمنت عليه بشكل كبير، انما برضو ده مش وقته خالص. لازم يبقى الجو كده حلو ودرجه الحراره في المتوسط كده وجميله عشان تقدر تعمل الحكايه دي برضو. بالاضافه برضو ان انت قيادتك السليمه برضو بتحمي المحرك بشكل كبير برضو في الحكايه دي برغم كل الاحتياطات اللي انت عملتها، الا ان برضو في عامل كبير على القياده اللي هي ما فيش القرص الشديد بتطلع بسلاسه، سرعتك بتعلى بسلاسه كده واحده بواحده مع الموتوسيكل لحد ما يعلي سرعته وبعدين تثبت كده على اقصى سرعه، فدي برضو الحقيقه برضو بتنجيك من شويه كلكعه ممكن تحصل برضو. فالمهم اللي انا عايز اقوله في البند ده بالذات السلاسه مطلوبه، اللي هو طالع هادي وبالتدريج غياراتك طالعه سلسه كده بالتدريج، تزويد البنزين بالتدريج لحد الموتوسيكل ما يركب الطريق باقصى سرعه برضو وبعد كده تثبت على السرعه دي. اسلوب قياده صحيح لو انت حابب تسافر مسافه طويله مقفل باكه البنزين. الحاجه اللي بعد كده يا سيدي الفاضل برغم استخدامك الزيت التخليقي بالكامل والاضافه اللي بتحطها على الزيت برضو ما ينفعش تكون انت جاي في وقت، او ده اللي انا بعمله انا بكلمك كده على خلف الكواليس اللي بتحصل معايا، ما ينفعش تكون انت جاي في وقت الزيت اصلا عمره خلص او عدد الكيلوات اللي بيمشيها خلص وخلاص المفروض الزيت ينزل قوم بقى تطلع تسافر على الحاله دي. لا يا صاحبي، لازم يكون الزيت يا في اوله يا في متوسط، يعني يبقى في متوسط مده الخدمه بتاعته، يعني لازم يكون الزيت بحاله مريحه معاك كمان برغم كل الاحتياطات. لو انت واحد موتوسيكلك بيشتكي من اي حاجه في دخنه بيضه خفيفه كده في اي شكوى من الموتوسيكل، فاعرف برضو ان مشوار زي كده ممكن يزود الازمه، فلازم يكون موتوسيكلك اصلا بحاله صحيه ممتازه. ايوه انت الموضوع بالتاكيد المشوار مش هيفيده بحاجه يعني او القرصه دي مش هتفيده بحاجه، انما احنا بنتكلم عن ان احنا ما نضروش، انما لو كان في بدايه مشكله ممكن تتضرر. ومن ضمن الحاجات اللي المفروض تكون متوفره في الموتوسيكل بتاعك برضو بالاضافه ان هو حالته تكون كويسه، ان برضو يكون الموتوسيكل نفسه
كل اموره متظبطه، يعني ما يكونش الجنط محمل مثلا عشان انت بتعمل عبء زياده، ما يكونش انت محمل تقيل على الموتوسيكل مع القرص والسفر الطويل ده برده، لا الوزن ما بيكون خفيف برده، وكاوتشك مش محمل وخفيف كده مظبوط معاك، فده برده بتفرق على سلامه الموتوسيكل بشكل كبير. وانت هتلاحظ خصوصا في الفيديو اللي هيظهر عندك فوق دلوقتي ان كان في عمليه سلاسه كده في الطلوع، ما كناش بنطلع طلعه عنيفه، ايوه السرعه بتعلى بس كانت بتعلى بالتدريج. وبصرف النظر عن صحه الموتور، خد بالك يا محترم في صحتك انت، خليك عارف ان الجري مش كده وخلاص. حاول تلتزم وانت دايما بتسافر مسافات طويله ومقفل باكيه البنزين، حاول يا صاحبي تلتزم بتعليمات المرور شويه، تعليمات المرور صحيه جدا في الحالات اللي زي دي، اللي هي زي ايه يعني؟ زي ما تكبس ورا حد كده وانت بسرعتك عاليه تكون كابس ورا حد، او ما تقومش داخل قدام حد. في بعض الناس كده ممكن تكون ماشيه وتقوم كاسر حاره كده ومغيره يمين لشمال او العكس، ويقوم جاي قدام عربيه كده، لا ما تعملش الحركه دي. لازم تسيب مسافه امان حلوه، يعني ما تخشش قدام حد، خش قدامه بمسافه مريحه، لان اولا حصلت كتير جدا انك تخش قدام حد وبتبقى معتقد ان انت عديته وتلاقيه خبطك من ورا، وانت اللي جاي عليه، وانت اللي بتبقى مغير حاره وانت غلطان. في ناس هنا برضو من المفاهيم الخاطئه، في ناس بتعتقد ان خلاص هو انت جيت قدامه فخبطك من ورا فخلاص هو الغلطان، ما بياخدش لنفسه مساحه امان ليه. لا يا صاحبي انت الغلطان، خد بالك انت لما بتبقى مغير حاره بيبقى مطلوب منك ما تخشش قدام حد، غير حاره بس ما تجيش قدامي، غير حاره وسيب لي مسافه امان، انا واخد لنفسي مسافه امان. اما بالنسبه لحكايه خبطك من ورا، خبطك من ورا دي يا سيدي الفاضل لما بيكون انت ماشي عدل، انما بتغير حاره دخل فيك من ورا، لا انت الغلطان، هو من ورا انما انت مغير حاره ما انتش ماشي عدل ومش سايب له مسافه امان. ان انت لما بتغير حاره بيبقى مطلوب منك مسافتين امان، مسافه قدامك يعني ما تخشش ورا حد، ومسافه وراك ما تخشش قدام حد. وبما ان سرعتك زياده فاحيانا كتيره كده بتلاقي نفسك بتعدي ما بين عربيتين، او من على اليمين على قدام، من على يمين عربيه وحاجات زي كده، لازم تهدي في الظروف دي، لازم تهدي. ايوه العربيه ماشيه مستقره في حاره والتانيه مستقره في حاره وفي مسافه مريحه ما بين الاثنين، بس خليك عارف ان انت لازم تهدي برضو. ايوه مش هيجوا عليك، وايوه شايفينك وكل الاحتمالات، لازم تهدي برضو. انت ما تقفلش التقفيل الكامل غير لما يكون الدنيا قدامك مريحه خالص وفاضيه خالص، هدي. هتلاحظ كده برضو في الفيديوهات اللي انا وريتها لك اللي هي كنا مقفلين فيها باكيه البنزين في السفر، هتلاحظ فيها ان اي عربيه بنقرب منها لازم نهدي، مفيش انت بتعدي حد لازم تهدي، ما ينفعش، مش مجنون انت يعني. وبما انك مقفل باكيه البنزين فانت بالتاكيد بتعدي عربيات كتير، حاول دايما العربيات لما بتكون ماشيه ساعات بتلاقي الحاره واسعه شويه على العربيه، يعني بتلاقي حته في الحاره كده فاضيه على يمين العربيه او على شمال العربيه، ما تعديش من نفس الحاره بتاعت العربيه. الحاره دي تعتبر بتاعته هو، ما هو طبعا مش معتقد ان في عربيه هتيجي تتحشر وتتلزق فيه من جنب الحاره، فهو بيجي كده شويه او كده شويه، هو معاه اريحيه ما تتحشرش معاه في نفس الحاره، ممكن يخبطك وتبقى انت اللي غلطان، سواء بتعدي من على اليمين او على الشمال. خد الحاره اتعامل كانك عربيه ومحتاج حاره لوحدك، عدي من حاره تانيه خالص. وخد بالك يا محترم كل سنه وانتم طيبين، الامور في شهر رمضان في الصيام كده بتختلف شويه، التركيز ما يبقاش عالي شويه، ورد فعلك على الطريق ما يبقاش عالي شويه. يعني ايه رد فعل ما يبقاش عالي؟ يعني انت تقديرك للمسافات اللي بين، اول حاجه تقديرك للمسافه اللي بينك وبين العربيه اللي قدامك او اللي وراك ما يبقاش مظبوط شويه، انت ممكن تبقى شايفها بعيده تبص لها قدامك وهي بتهدي، انت شايف نفسك قدام مسافه مريحه تبص لها نفسك لبست فيها، دي بيحصل شويه في الصيام يا شباب، خدوا بالكم من الحكايه دي. ولو كنت انت راجل مركز ومصحصح كويس ومفيش اي مشكله ومش جعان ولا عطشان ومركز كويس قوي، وده استحاله طبعا لان احنا بشر يعني واليوم طويل، تمام، التانيين ممكن يلخبطوا معاك، تلاقي حد دخل فيك، تلاقي حد زنق عليك، ده كله بيحصل في الصيام. فحاول حكايه السفر مع تقفيل باكيه البنزين دي اساسي، خليها بعد الصيام اصلا، انما ان حبيت تعرفها اعرف انك في شهر الصيام انت في ظروف استثنائيه هنا، وتركيز ضعيف وتقدير سيء للمسافات والابعاد حرفيا. ولو انت وصلت لحد هنا يا صاحبي فبالتاكيد انت من المتابعين المميزين والمهتمين بمحتوى القناه، ما تنسناش بدعمك ولايكك الجميل اللي بالتاكيد بيفرق معانا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.